أغلى 10 لاعبين في هذا الموسم. قناة سبورت وورد تقدم لكم تقريرا خاصا بعنوان أغلى 10 مهاجمين في الكرة العالمية والأوروبية في عام 2025. قبل أن نواصل هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد سبورت وورد. الألماني كاي هافرتز أرسنال 75 مليون يورو. سجل الألماني كاي هافرتز 104 من الأهداف في 366 مباراة مع باير ليفركوزن وتشيلسي وأرسنال، أي بمعدل هدف في كل 3 مباريات ونصف. الفرنسي ماركوس تورام إنتر ميلان 75 مليون يورو. تمتع بسجل مماثل لهافرتز من حيث الأهداف في كل مباراة، ولم يصل بعد إلى 100 هدف في مسيرته مع النادي، وإنما وصل إلى 90 هدف، وسجل مع إنتر ميلان 28 هدفا فقط في 69 مباراة. السويدي فيكتور غويكيريس سبورتينغ لشبونة 75 مليون يورو. سجل 31 هدفا في 29 مباراة هذا الموسم، ولديه 74 هدفا و21 تمريرة حاسمة في 79 مباراة مع النادي البرتغالي. السويدي ألكسندر إيزاك نيوكاسل 75 مليون يورو. أصبح مؤخرا ثالث أسرع لاعب في نيوكاسل يصل إلى 50 هدفا، وتمكن من تحقيق هذا الإنجاز في 89 مباراة، مما يميزه هو بنيته القوية وجودته المذهلة في تسديد الكرة. الأرجنتيني جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 80 مليون يورو. بعد تألقه مع الأرجنتين في كأس العالم 2020 في قطر، كان ألفاريز لاعبا موثوقا في مانشستر سيتي قبل انتقاله في الصيف الماضي إلى أتلتيكو مدريد، وسجل اللاعب الشاب 102 هدف في 252 مباراة في سن 24 عاما. النيجيري فيكتور أوسيمين غالاتاسراي 85 مليون يورو. يعد أوسيمين أحد أكبر الأسماء في كرة القدم الأوروبية، وقد طور سمعته كمهاجم قوي منذ أن كان في ليل الفرنسي ومؤخرا مع نابولي. يلعب حاليا معارا إلى غالاتاسراي، وتمكن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما من إحراز 190 هدفا في 239 مباراة بمتوسط أكثر من هدف في كل مباراة. الإنجليزي هاري كين بايرن ميونخ 90 مليون يورو. يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور برصيد 213 هدفا، ومنذ انتقاله إلى بايرن ميونخ ارتقى إلى مستوى آخر محطما الأرقام القياسية في عامه الأول. الآن يبلغ من العمر 31 عاما، وسجل 20 هدفا في 20 مباراة هذا الموسم، وشهدت مسيرته الطويلة تحقيق 360 هدفا في 565 مباراة. الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان 100 مليون يورو. سجل 137 في 306 مباريات مع إنتر ميلان، لكنه لم يكن هداف الدوري الإيطالي إلا في مناسبة واحدة، وفي موسم 2023-24. يتمتع بقدرة قوية على إنهاء الهجمات بكلتا قدميه. الفرنسي كيليان امبابي ريال مدريد 160 مليون يورو. لديه حاليا 297 هدفا على مستوى النادي في 394 مباراة فقط، وهو رقم قياسي. وعلى الرغم من بدايته البطيئة والمتعثرة في ريال مدريد، فإنه من المتوقع أن يكون أحد أفضل الهدافين على الإطلاق. النرويجي إيرلينغ هالاند مانشستر سيتي 200 مليون يورو. حطم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لعدد من الأهداف في موسم واحد في أول محاولة له، ويفخر بسجله التهديفي الذي بلغ 246 هدفا في 307 مباريات، ولا يزال ب 24 فقط. إذا استمر بنفس المعدل الحالي ولعب بانتظام وبشكل ثابت، فسوف يتفوق على ليونيل ميسي وبل حتى على كريستيانو رونالدو.